فعلا في طب بيطري القاهرة بيعذبوا الحيوانات. انا محمد عماد الدين، طالب في كليه طب بيطري جامعه القاهره في الفرقه الخامسه. اللي متابعني منكم من هنا من زمان من اخواتنا الصغيرين في طب بيطري برضه هيبقى عارف ان انا عانيت كتير في الكليه دي ولا زلت بعاني والله، لان انا لسه ما اتخرجتش. الفيديو ده اللي انت بتشوفه حاليا ده بيظهر مجموعه من الكلاب محطوطه في شوال بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع الانسانيه ولا الرحمه، بس كليه طب بيطري جامعه القاهره ردت ببيان رسمي على الفيديو ده بيوضح فيه ان الكلاب اللي جت بالمنظر ده فعلا كانت في الكليه، ولكن مش الكليه او مش حد من اعضاء الكليه اصلا هو اللي كان مسؤول عنهم، بل بالعكس ده في مورد او صايد للكلاب الضاله دي هو اللي كان بيورد الكلاب بالمنظر ده، وكان مورد الكلاب دول بس عشان ياخدوا تطعيمات، يعني عشان ما يعدوش الناس او عشان ما يبقوش حرفيا قادرين ان هم ينقلوا امراض المعديه ما بين الناس. يعني وبيقول ان لما حد من المختصين هناك في المستشفى شاف الكلاب جايه بالمنظر ده تدخل وحرر الكلاب من الشكل اللي هم كانوا فيه ده. خليني اقول لك ان في رايين في الموضوع عامه. اول راي وده اللي انا معاه، ان ايا كان ايه المبرر فحاجه زي كده حرام ولازم الشخص اللي عمل كده يتحاسب، ودي حاجه كده كده الراي ده انا كده كده معاه. وتاني راي بيقول ان الحيوانات اللي بتيجي الكليه دي هي شيء اساسي عشان الطلبه اللي هو احنا نتعلم عليها او يبقى عندنا خبره علميه كويسه يعني. وعشان في ناس برضو فاهمه غلط، ودي حاجه ملهاش علاقه بالبوست او بالفيديو اللي انتشر ده يعني، بس عامه الحيوانات اللي بتيجي الكليه مش كلها بتتقطع وبتذبح وبيحصل فيها الكلام الغريب اللي انا شفته ده. بالعكس في حيوانات كتيره جدا اللي بيبقى مثلا القسم بيعمل عليها عمليه معينه وبيرجع يخيطها ويرجعها تاني للقفاص او للبيت بتاعتها من غير ما تتقطع ولا تتقتل ولا اي حاجه. ويا جماعه حابب اقول ان احنا الموضوع شديد لازم كده كده نبقى متعصبين ان ازاي حيوانات بيحصل فيها كده وبتاع، بس نخلي عندنا بجنيه كده فن النقاش مع الناس التانية او ادب النقاش مع الناس التانية. يعني انا حرفيا كان في واحده منزله عامله كومنت على البوست بتاعت الفنانه اللي شيرت البوست اللي هي منزلاه ده، حرفيا بتمسح بالناس كلها الارض، فانا داخل بتكلم ما عجبهاش. اوسخ صفيحه زباله يا تافه يا عديم الشخصيه يا مريض نفسيا يا اللي ما تعرفش اي حاجه عن الانسانيه او عن الاخلاق يا صايع يا اللي اهلك ما ربكش صح. What the fuck is wrong with you؟ تقريبا اول ما شافت ان انا في طب بيطري دخلت فاهم شرشحت لي وبس كده. شكرا ليك جدا.